عظيم الجيش المصري لو جرى له حاجه ما انت عارف تقعد في الازهر ولا انت عارف تصلي بعد كده نهائي. طب اقول لك اكتر من كده، ما فيش مسجد في البلاد العربيه هنفتح تاني. لو الجيش المصري ده اهو اللي بيلف ويدور حواليه لو جرى له حاجه زي سوريا وزي العراق، والله ما انت عارف تدخل مسجد وتصلي فيه نهائي. انا اقسم لك بالله ويمين اسال عنه وانا صايم وانا قاعد في الازهر بلد مكان سيدنا النبي اهو، وانا بقول لك والله ما هنعرف ندخل مسجد، بل ستهدم جميع المساجد اللي في الارض. الجيش المصري اللي هم عاملين يلفوا حواليه الشله اللي يعلم بها ربنا، الشرازم المجتمع اللي مش عاجبها عاوزين يفككوه بقى. يفككوا ليه ما تعرفش؟ لو اقامه الدوله الاسلاميه، الدوله الاسلاميه ايه يا ابن الله؟ ده انت على دين اليهود، مش عاوز اتكلم واتحدث. ده انت لا مله لك ولا عقيده لديك. لما بضرب صاروخ واضرب واحد عيل واحد ماشي عيل بيلعب واقتله، تستوى انت زيك زي اللي ضرب مدرسه بحر البقر اللي كانت في السويس في 27 حصل ما حصلش؟ زيها بالظبط. عيال بتلعب في المدرسه ضربوهم بصاروخ، يهود اللي عملوها. ان شاء الله. انا لو مش الجامعه كنت سقفت لك بصراحه يعني. لك استهدفنا حافله وفرط لولا يخرب بيتك وبيت شكلك وبيت اللي علمك. اتعلمت ايه ولا رحت فين؟ انت في ايه في قلبك بالظبط؟ عاوز توصل لايه؟ ما هو اطلع كده مع اسرائيل وحارب وتدمرهم واحنا نخش وراهم. من ذلك الدعوه اللي بداها ان ربنا يجمع بين قلوب المسلمين في جميع اماكن الارض كلها في العالم كله. يجمع بين القلوب على قلب رجل واحد. باش الخيبه اللي احنا فيها عشان خاطر المناصب، عشان خاطر الدولارات، عشان خاطر مش عارف ايه، ابيع ناسي وابيع عرضي وابيع ارضي وابيع نفسي. ده مشكله. لذلك انا مش عايز حد يضحك على عقلك وياخد عقلك ويقول لك تعالى والدنيا. لا، اوعى تفكر التفكير